إن من إجلال الله أن تجل من يغلب على ظنك أن الله يجله، وهذا باب واسع. ومما تنكسر به القلوب وتعظم به الفوز إجلال القرآن، إجلال حملته، النظر فيه، تدبره، قراءته، تأمله، الفرح به. ما من نعمة أعطاه الله عبد أعظم من أن يعطيه أن يؤمن بكتابه محكمه ومتشابهه، وأن يرزقه العمل فيه. قال الله لنبيه: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. ثم بين له أن الدنيا كلها ليست بشيء إن أتاك الله القرآن. قال: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. وهذه وردت في آيات كثر ذكرنا بعض معناها، لكن فليكن منك إجلال لكلام الله. يكون المصحف في بيتك، إن وجدت برهة من وقت فلا أقل من أن تفتحه وتقرأ فيه، وأنت تحتسب أن الله يدخر لك ما تقرأه عنده. إن سكنت في شقق، إن سكنت في فندق، إن مررت في سفرك بمطارات، تجد في مصلياتها مصاحف. وإن من القرب أن لا تحب أن يبقى كتاب الله مهجورا، فتأتي للمصحف ولو أنت واقف تفتحه تقرأ آيات حتى لا يترك كتاب الله مهجورا، ثم ترده، ثم تمضي لسبيلك، فتظهر لله انكسار قلبك، وأنك وإن عجزت أن تحفظه، أن تكون من العلماء به، أن تكون ممن يعلمه، فعلى الأقل تكون ممن يحب من آتاهم الله القرآن.